سيكتفي المنتخب المغربي بمباراة تدريبية واحدة سيجريها في 11 يناير الجاري قبل دخول غمار نهائيات كأس إفريقيا بكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 من الشهر الحالي و11 فبراير، بعدما كانت قرعة الكان أوقعت أسود الأطلس في مجموعة تضم منتخبات تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا. ورغم أن الحديث يروج حول إمكانية ملاقاة منتخب سيراليون في المباراة التدريبية بعد إلغاء ودية غامبيا التي كان مقررا لها الأحد المقبل، إلا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تحسم رسميا في الموضوع، لتوضع بذلك علامات استفهام كبرى بخصوص دخول وليد الركراكي المنافسة القارية دون خوض وديات للوقوف على مؤهلات لاعبيه ومدى جاهزيتهم. يذكر أن المنتخب المغربي شرع في خوض تحضيراته داخل مركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلاه منذ الثلاثاء الماضي، بحضور جميع لاعبيه باستثناء أشرف حكيمي الذي سينضم للمجموعة اليوم الخميس، ونصير مزراوي الذي خاض تداريب انفرادية بمدينة ميونخ الألمانية، في انتظار أن يواصلها بالمغرب قبل شد الرحال مع الفريق الوطني إلى كوت ديفوار.